وين الذي يمد إليهم الحبال ويخرجهم؟ وين؟ أين الذي ينقذ البشرية؟ أنا قبل كم شهر جلست في مجلس، اتصلوا علي الإخوان قالوا لي في 3 أشخاص لأول مرة طبعا بحياتي أجلس معاهم يعبدون الشيطان، عبدة شيطان حقيقيين. عبدة الشيطان أغلبهم تمثيل، أغلبهم اللي تشوفونهم تقليد بس لي، والتقليد حرام بعد، يتشبه الإنسان بعبدة الشيطان هذه مشكلة. لكن لأول مرة أجلس مع 3 والعياذ بالله يعبدون الشيطان حقيقة. للحين حتى في التلفزيون ما سويت شيء ولا عرفتهم ولا، طبعا ما كنت مصدق في البداية، ما توقعت الإنسان يوصل فيه إلى هذا الدرك. طبعا اللقاء صار في مكان ما راح أقول لكم وين، وشنو الاحتياطات وشنو المراقبة للمكان قبل ما نجي، منهم اتضح أنهم 3 بنت وولدين، والبنت هي يعني الزعيمة، والشابين تبع لهذه البنت. المهم نعم تفضلوا، في النهاية هم اللي يبوني مو أنا اللي طالبهم أصلا، هم يبي يجلسون وياي يبون يقنعوني يبون يجادلوني ما شاء الله عليهم. طبعا أنا ما أخفيكم حقيقة أنني كنت مصدوم أن هذا الأمر حقيقة. والله يا أخوان في عقل يوصل إلى أن يعبد إبليس؟ كنا نقرأ الآية ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ونفسرها شنو؟ من عبد صنما عبد الشيطان، من عبد شجرة عبد الشيطان، من عبد غير الله عبد الشيطان. لكن ما كنا نفسرها على أن في ناس تعبد الشيطان مباشرة، يمكن ما صارت حتى في الأمم السابقة. جلسنا طبعا أخذت البنت تفهمني شنو هم، وأن هم ناس منظمين. اي والله منظمين اطلعوا، والتنظيم عالمي. أنا ليش أقول لك؟ لأن من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. أول شيء تعرف الشر وتحمد ربك على النعمة اللي أنت فيها، تعرف أنك بس فقط تسجد لله، هذه أكبر نعمة اليوم في الأرض، أنك دليت القبلة وعرفت التوحيد وهداك الله للإسلام. والله لو كل شوي تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا ما وفيت حق الله. المهم جلست وياها مع الشباب تقريبا ساعة كاملة، وورتني يعني حتى الوسام اللي أعطيت إياه، قالت لي حنا 8 مراحل، ها منظمين يسمونهم الجوثيك، بعض الشباب يمكن سمع بالكلمة هذه. 4 مراحل جوثيك، بعدين 4 مراحل سيتانيك. طبعا ما في المراحل السيتانيك هذه يمكن ما في أحد في العالم العربي إلا معدودين بالأصابع. المرحلة الأولى، المرحلة الثانية قلة في العالم، الثالثة ينعدون على الأصابع في الدنيا كلها، المرحلة الأخيرة ما في إلا شخص واحد في العالم. المرحلة الرابعة في السيتانيك طبعا هذا هو اتصال مباشر بإبليس والعياذ بالله. تقول لي شيخ فيلم هذا؟ والله مو فيلم. وشفت الوسام ورتني إياه، وسام في شكل شيطان وعليه صلبان وعليه طبعا شكله قديم حتى منحوت نحت، ما هو ذهب وكذا، لا شكله من نحاس أو حديد أو كذا، ومنحوت وشكله مخيف. حتى يوم شفته بغيت أقطه حتى يعني أوريها أنه ولا شيء. كلمة الله ما ترضى أقولها، وأنا تعمدت في الجلسة الحمد لله أن كذا وبسم الله وكل شوية وآخر شيء قلت لها صراحة قبل ما أمشي أنا بطلب طلب، تفضل. قلت لها أبي أقرأ آيات وأمشي. قلت ليش؟ قلت لها بس بقرأ قرآن، يعني شنو؟ أنت عرفت اللي عندك، أنا بعرض اللي عندي. فقرأت بعض آيات وحسيتها جدا كانت متضايقة، مشيت ولا طلبت منها شيء. بعد فترة أرسلت لي رسالة، طبعا هي بالرسالة ما في شيء اسمه الله،
يعني صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، أو السلام عليك، الكلمات ما في. والعياذ بالله ما تعترف بالله حتى كانت تقول لي اللي ينعم علينا واللي حافظنا هو الشيطان، لولا الشيطان ما صار كذا وكذا. يا اخوان وصل الحال ببني آدم لهذا المستوى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. مرت الأيام ومرة أرسلت لي صورة، قالت احنا عندنا حفلة الحين، أبي أوريك صورة ايش قاعدين نسوي بالحفل. حفل وعبدة شيطان. شو صاير الحفلة هذه؟ يعني حفلة أظن كانت برأس السنة الميلادية. أرسلت لي، يعني آسف على الكلام، كل واحد شاق إيده وكل واحد يلحس دم الثاني يمصه. تخيلتوا؟ والله يا أخوان مو فيلم، حقيقة هذا. طبعا شباب وبنات كم أعمارهم بالعشرينات، أوائل العشرينات، صغار يعني مساكين، وين أهاليهم؟ ترى أكثرهم ما يدرون. واحدة مرة راسلتني من جماعة الإيمو بروحها، هذا المشكلة ثانية بعد، هذا العالم بروحها. الإيمو يسبون عبدة الشيطان، وعبدة الشيطان يسبون الإيمو. هذول يقولون لستم على شيء، وهؤلاء يقولون لهؤلاء لستم على شيء، وكلهم يدعون أن حنا الأصل وأنتم لا شيء، والنهاية متشابهين هم. المهم مرت الأيام مع هذه عبدة الشيطان، إلى أن يوم من الأيام سألتني شيخ أنا عندي سؤال، ما تقول لي شيخ، يعني أنا عندي سؤال ضروري. قلت لها أنا آسف رايح التلفزيون وبرنامج ما أقدر أرد. فأرسلت لي رسالة قالت لي الله يحفظك. لأول مرة في رسالتها وفي كلامها تذكر اسم الله عز وجل. قالت لي الله يحفظك. فوقفت حتى ما دشيت البرنامج. قلت لها قلتي الله يحفظك تقصدينها؟ قالت نعم أقصدها. في قلبها ترى هي تؤمن بالله، في قلب أي ملحد ترى يعرف الله. وهذول الشباب اللي مسوين نفسهم عبدة شيطان وإيمو ترى مساكين، والله مساكين. هذول بس لو الواحد ياخذ بإيدهم يصلي في الصف الأول ويبكي. والله هذه الآن اللي هي تقريبا تعتبر زعيمة من زعماء الخليج في عبدة الشيطان، يمكن الأولى في الخليج كله، الآن بدأت تذكر الله جل وعلا. وبشرتني بعد فترة بأن الله عز وجل هداها للحجاب. تقول لي شيخ ليش ما تطلعها؟ لا أنا بيها لنفسها، أنا بيها الله يهديها لنفسها، الله يثبتها لنفسها. بعدين إذا هي أرادت أن تدعو غيرها إلى الله جل وعلا كيفها؟ أنا ما بدي أستغلها للإعلام أو أستغلها عشان بكرة لعلها ترجع وتنتكس مرة أخرى. لا، إذا الله ثبتها وأرادت أن تنصح غيرها فحياها الله. أنا كان بالإمكان من أول يوم قالت لي أنا أعبد الشيطان أقول لها يا كافر اطلعي برا، كنت أقدر ترى، لكن أنا عندي نفس إن حتى هذه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أنا ليش أعامل الناس بأسلوب رب ينفرون مني يوم من الأيام؟ الله أمر أفضل البشر يذهب إلى أسوأ البشر في ذلك الزمان، فقال لموسى عليه السلام وأخيه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الناس أنا أؤمن أن فيها خير مهما بلغ الإنسان، ربما في الضلال، ربما مهما بلغ الإنسان في الفسق